السلام عليكم متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو ديال اليوم غنشوفوه اليوم من عند الأخت نبيلة منيب اللي غادا تكلم لنا على المحور ديال التعليم والإضراب ديال الأساتذة وكيفاش كيهرسوا التعليم وباغيين يهرسوا التعليم الحر اللي تخرجوا منه عديد من الناس. غادي نخليكم مع الأخت نبيلة منيب اللي غتعطيكم جميع المحاور ديال هذا الاتفاق اللي تم توقيع عليه اليوم 26 دجنبر هو ثالث اتفاق اللي تم التوقيع عليه في هذه السنه. ولا بغيت نعطيكم الجواب هو البيانات اللي خرجت التنسيقيات ديال الوطنيه ديال التعليم الموحده، وكذلك البيان ديال المفتشين اللي سموه يعني اتفاق لوزعه، وكيقولوا بانه الحكومه كتعامل معهم بسياسه فرق تسود وبالريع باش تفرق هذه الهيئه الاساتذه. اللي بغيت نقول هو انه اليوم مع كل اسف في العالم كله يعني كاين الاحزاب والنقابات، ولكن كاين نوع جديد من الاحتجاج الشعبي عبر الحركات الاجتماعيه ظهرت في امريكا اللاتينيه وفي اوروبا وفي كل مجال وحتى في المغرب. هذه التنسيقيات اللي بانت اليوم ديال الاستاذات والاساتذه واللي هبطت للشارع في الرباط وفي مدن اخرى من المغرب لتسمع صوتها بعدما اعتبرت هي بانه النقابات ضعيفه. علاش النقابات اليوم ضعيفه؟ لان تم اضعافها لعقود من الزمن، لانه الانظمه القائمه اليوم لا تؤمن بالدور ديال الوسيط كيف كان شحال هذه، لا ديال الاحزاب الجاده ولا ديال النقابات المناضله. ولهذا هبطوا الاساتذه وجمعوا راسهم في تنسيقيات، راه 23 تنسيقيه كتجمع، واليوم راهم باغيين يوحدوا الصف ديال جميع التنسيقيات بعد ما شافوا بانه النقابات الخمسه اللي هي كتعتبر اكثر تمثيليه وقعات مع الحكومه على شي حوايج هما ما متفقينش عليها. ما متفقينش، هما المطلب ديالهم الاساس هو انه يتم حذف بشكل كلي هذاك النظام الاساسي المجحف. علاش؟ لانهم واعيين ربما اكثر حتى من النقابات بان مع كل اسف هذه المسلسلات ديال الاصلاح اللي عرفتها البلاد هي مسلسلات تخريبيه، واكثر من ذلك انها مسلسلات غاديه تنصاع التوصيات المؤسسات الماليه. تقول لها جات المؤسسات الماليه دير هنا هذه المؤسسات الماليه، وانتم تعرفوا المنظمه مثلا العالميه ديال التجاره خرجت واحد الاتفاقيه العامه ديال تجاره الخدمات لا جي اس سي لاكور جينيرال سور لو كوميرس دي سيرفيس. ماذا يعني؟ كتقول هذه المنظمه العالميه للتجاره بانه جميع الخدمات خاص الخصاصه ديالها بشكل تدريجي باش ما يعيقوش الناس باش ما يحسوش، وعلى راسها الصحه والتعليم. حنا هذا المسلسل دخل ليه المغرب منذ اكثر من عشرات السنين هذا مع الميثاق الوطني للتربيه والتكوين وذاك البرنامج الاستعجالي، وخسرت الدوله اموال طائله عوض ان تصلح التعليم. واساس اصلاح التعليم انتم راكم كتعرفوا انه المناهج، ونشوفوا المهمه التعليم لاش كتصلح، ثم اننا نكرموا الاستاذ والاستاذه ونخلقوا المناصب. اليوم في المغرب خاص 100,000 منصب، وحنا الدوله خاص الحكومه نعم تحاور وتفاوض تنسيقيات معلوم. ماشي غير النقابات. التنسيقيات فرضات راسها. اول وقفه داروها قدام البرلمان كان عندنا نقاش ديال القانون المالي في البرلمان، جميع الغرف ديال البرلمان كانت عامره، جميع اللجان كتشتغل. هذاك يعني النداءات ديالهم والشعارات ديالهم كانت كيتهز البرلمان وكينزل كلهم البرلماني كان فاهمين ما عندهمش مشروعيه قانونيه باش نجلس معاهم ونتفاوض معاهم ولا نوقع معاهم على اي حاجه. المشروعيه ديال لو تيران راه مشروعيه في الدول الاخرى. الا كنتي انت بوحدك وتتغوت دبر راسك، الا هبطتي مئات الالاف تيجلسوا معاك. علاش شنو؟ الحكومه واش نسات بانها في خدمه الشعب؟ هذا جانب من الشعب. اساتذه منظمين في تنسيقيه هبطوا، كاين منهم اللي منخرط في داخل حتى نقابات. حتى النقابات اليوم اللي كتقول بان ربما جابت انجازات ما كانت لتحصل على حتى واحد ميكروسكوب ديال الانجاز لو انها ما كانتش التنسيقيات نازله للشارع. راه ما جلست معهم الحكومه غير ان الشارع كيغلي وان التنسيقيات كاينه. هذه الاولى. ولهذا خصنا نفهموا المؤسسات نبيلة نعم؟ منيب كيقول لك هادشي غنضربوا فيه المؤسسات وغنلغيو الادوار ديال الاحزاب وديال النقابات وغتولي عندنا فوضى. اللي بغى شي حاجه يدير تنسيقيه ويخرج للشارع يقول لك ما غنتسنى لا قانون لا تشريع لا برلمان لا احزاب لا والو. اسمح لي، في فرنسا مثلا التنسيقيه ديال المراقبين ديال النقل واخا هما عندهم نقابات اقوام ديالتنا ونقابات واعرين، هذوك النقابات ملي تيدار القانون المالي تيجلسوهم. اش خاص؟ فين هي الاولويه؟ اش خصنا الاسبقيه؟ حنا ماشي ديالنا حتى تيوقع المشكل في الشارع لشهرين عاد كنعيطوا النقابات ولا كنقولوا راه حنا تحاورنا معاهم هذه عامين ولا هذه عامين، نتوما تتحاوروا. هذا عنوان كبير ديال لا كفاءه.
كيفاش عامين وانتم كتحاوروا وما لقيتوش المشكل؟ اذا ما بغيتوش تلقاو المشكل، الحل للمشكل، بغيتوا تراوغوا. ولهذا هاد النقابات ديال النقل عطيتهم كمثال في فرنسا، جلسوا تحاوروا مع الحكومه في عيد الميلاد، يعني في راس السنه كيكون الحركه كبيره، وقفوا لهم السير، جلست معهم الحكومه ولقات الجواب. قال لك راه الحكومه ماشي الديمقراطيه، الديمقراطيه هي التعبير ديال اوسع الناس. بشكل غير مباشر جلست مع النقابات واشتغلت مع النقابات على المطالب ديال الاساتذه، وحنا بدلنا النظام الاساسي بناء على المطالب ديالهم. حنا كنشوفوا دابا النتيجه. ماشي ممكن نحققوا 100% من المطالب. لا بالفعل، ولكن خصنا نحبسوا النزيف. النزيف هو ديال الخوصصه ديال التعليم، هو ديال تسليع التعليم، هو خلق تعليم بسرعات مختلفه، هو ان تقول لي علاش خوصصه التعليم؟ انا كنقول شنو كيخليك اليوم كتقولي انه كاينه خوصصه ديال التعليم؟ خوصصه تدريجيه باش ما تحش بها. الدوله كتشجع القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وسحبات يعني الدعم اللي خاصو يمشي للقطاع العام ما كيمشيش ليه. اليوم كتقول لك راه حنا زدنا 5% من الميزانيه التعليم، هاد 5% ما كتوازيش حتى التضخم اللي هو كاين اليوم كتكلم الدوله على مدارس الرياده. حنا بغينا المدرسه العموميه كلها تكون ديال الرياده، جميع المدارس تنهض. غنوصلوا لها بالتدريج. لا ما كاينش تدريج، يتم التعميم ديالها. ملي انت كتقول في البدايه بغيتي دير مدارس الرياده، حيت كاينه مدارس الرياده، وكتعول غتكون لك مدارس اخرى ديال لا رياده، ومدرسه ما فيها لا مرحاض لا صور لا حتى حاجه، هذيك غادي دير الرياده. الحكومه والوزاره ديال التعليم خصوصا كيقول لك اللي كينتقدوا راه ما باغينش الحل، غير كينتقدونا وبغاو يديروا لنا البلوكاج. لا دابا اللي كاين هو انه كيف في العالم كل شيء ولا باين واضح بأنه ذاك العالم الذي يؤمن بحقوق الإنسان وأنه يتدخل في الدول من أجل نشر الديمقراطية والحفاظ على الحريات والحقوق، باين بأن ما كاين غير واحد العالم ديال الغطرسة اللي كيقتل في بنادم. وانتم تشوفوا اليوم الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وكيصيفطوا له الإمدادات والأسلحة وكل شيء هابط تما، لا الغرب كله بأمريكا ديالو الاتحاد الأوروبي. إذا بانت القضية ملي شفنا رئيسات جامعات ديال هارفارد كتحاكم وكيقولوا لها قولي لنا هذا الشيء اللي واقع ماشي إبادة، وقولي يعني توضح بأن العالم واحد العالم اللي هو مفترس. وهذا العالم مفترس يؤمن بأنه الدول النامية خصها تبقى تحت السيطرة ديالو. راه ركعنا بالمديونية وتيوجهنا كيف بغى. راه تخيلوا معايا القروض اللي كنتسلفوا راها مشروطة بماذا؟ هزوا يديكم على التعليم، كيعتبروه هما بأنه قطاع غير منتج. اليوم المدرسة ديالنا فاشلة كما وكيفا. علاش عندنا الأمية باقا 47% في صفوف النساء، 27% في صفوف الرجال؟ علاش ملي كنطلعوا 100 ديال الدراري في التحضيري كيتيحوا لينا 87 كيوصلوا يلاه 13% البكالوريا؟ علاش يلاه عندنا 12% ديال الشباب ما بين 18 سنه و24 سنه هما اللي في الجامعه، او 82 عمرهم ما يحطوا رجليهم في الجامعه، 180 عمرهم ما يدخلوا شي مدرسه. يعني شنو؟ لا. الحكومه داخله في مؤامره مع هيئه دوليه سميها كيف قلت. هما دابا الكلمه ديال المؤامره كيلصقوها كل واحد كيبغي يقول الحقيقه كيقولوا له مؤامره. ماشي مؤامره، متفقه الحكومه معلوم متفقه عمدا وقصدا ووعيا منها باغا تضرب المدرسه. معلوم. راه اتفاقيه ديال لشبونه دات في 2000 قال لك هادو اللي كينجحوا كلهم كيفاش هادشي كله خصو يقراه. خصنا 10% يقراو مزيان ويكونوا في لي غراند زيكول ونديروا لهم دراقات باش يطبقوا داكشي اللي قلنا لهم. مثلا عندي شركه عندها ربحيه وكتخدم 1000 الناس، كيقول الله يخليك خلصنا من النص ديال الموظفين، حيدنا 500 وتبقى تجيب نفس الارباح ولا تضاعفهم. وكيديروا هذوك اصحاب ليكول بلون هذوك ديال المدارس العليا يعني سونس بون شوسي كيقدروا يديروا سكون ابل اون ريموديليزاسيون بور اون ريستركتوراسيون، يعني اعاده النظر ويقادوا لك كل شيء. اذا قال لك 10% خصهم يقراو مزيان و90% كورفيا بلا فولونتي. زعما دي جون يقدروا الحاجه يديروا لنا شي حاجه ندخلوهم. كيقول لك انا قريت الفيزيك براسك اجي هنايا عاوننا هز معنا هذا الكراتون ولا شوف اش غادي دير. اذا اليوم كاين خوف، كل خوف من التعليم. راه الان دونو باحث كندي قداشنا هو كتب واحد الكتاب سميتو الكلاخ المبين لا ميديوكراسي، ترجمته واحد الاستاذه كويتيه ممتازه للغه العربيه وسمته نظام التفاهه، وهذه الاستاذه سميتها مشاعل عبد العزيز الهجيري. هذا الكتاب كيتباع ب 100 درهم، انا بغيت المغاربه كلهم يقراوه لانه فيه فصول كيبين لك كيفاش خربوا المدرسه وخلقوا نظام التفاهه وجابوا لنا التافهين هم الذين يحكمون. علاش جابوهم؟ باش يطبقوا هذا الشيء اللي بغاوهم يديروا. دابا راه الاساتذه التافهين هما اللي كيحكموا. معلوم التافهين هما اللي دابا في الواجهه هما اللي كيحكموا، ماشي بالضروره يكونوا كيفهموا لان الامور مسطره من الفوق. خصو غير يسني على لي بارافور ويتكف الطوموبيله المرسيدس ويمشي ويجي للبرلمان ما يقول لنا والو. حتى منين يجي للبرلمان كيقول لك سولوني في الحاجه الفلانيه،
حنا مثلا رئيس الحكومه كيجي مره في الشهر للبرلمان، كنبغيو حنا نسولو على الحوايج اللي هي ذات اولويه، لا كيقول لك هذه المره. متتبعي الكرام، وصلنا لنهايه الفيديو. خليوا لي الاراء ديالكم، خليوا لي واحد التعليق يكون زوين، واللي ما مشترك يشترك ويفعل الجرس وديروا لنا واحد اللايك باش تعمل الفائده. واستودعكم الله والى فيديو لاحق ان شاء الله، والسلام عليكم.